مقاسات الكاوتش بقى جايه بمقاس 17 70 110 امامي. طبعا الجنط مقاس 17 والكاوتش العرض بتاعه 110، فده كويس جدا في برضه الملفات او الانعطافات. لا الموتوسيكل هيبقى ماشي معاك كويس. وجايب بكاوتش خلفي رحمه الله عليه، كان جايب بمقاس 130، وجاي بصراحه برضه بفرامل كويسه نوعا ما. طبعا جاي ديسك امامي وخلفي. وتجربه الفرامل برضه ما شفتش حد اشتكى منها، لا بالعكس كانوا بيقولوا عليها كويسه جدا والموتوسيكل بيقف. فانا بصراحه شايف ان الموتوسيكل ده من احلى واجمل الموتوسيكلات اللي نزلت في السوق المصري، ومن احلى الموتوسيكلات اللي اتعملت من شركه بنيلي بصراحه. وشركه بنيلي شركه كبيره جدا، ومش على المستوى المصري طبعا، لا ده على المستوى العالمي، وبتطلع موتوسيكلات 600 سي سي و1000 سي سي، وبتطلع موتوسيكلات قويه جدا. مش مقتصره بس على الموتوسيكلات الاقتصاديه. خلوني بقى اعرفكم على الموتوسيكل ده في السوق المصري سعره كام دلوقتي. طبعا ده السعر الرسمي، هو 97,000 جنيه مصري. المفروض هتلاقوه في اي فرع من فروع بنيلي، ولكن انا كاحمد بقى شايف ان الموتوسيكل ده يستحق الشراء دلوقتي او لا. فبصراحة يستحق الشراء. موتوسيكل نوعا ما مميزاته كتيرة جدا وخاماته جميلة. وبتشبه الموتوسيكلات الياباني عموما في الخامات، بس طبعا مش بنفس الجودة ونفس الكفاءة، بس نوعا ما مشابهة. فبصراحة الموتوسيكل ده يستحق الشراء دلوقتي، وموتوسيكل جميل جدا. ولكن ليه شوية عيوب بقى. اولا الموتوسيكل ده مش هينفع للشغل خالص. اولا الموتوسيكل كله فبر زي ما انتم شايفين. ممكن لو مال منك او وقع او اي حاجة، طقم الفبر ده برقم اولا. ثانيا مش هيبقى احسن حاجه معاك في الشغل طبعا بسبب الكرسي الخلفي. وطبعا لو عايز تشتري الموتوسيكل ده وعندك اسره، فلا الموتوسيكل مش هينفع معاك خالص طبعا، لان انت مش هتعرف تاخد حد عندك من البيت وراك او كده. فالموتوسيكل ده مناسب لايه؟ فالموتوسيكل ده مناسب للشباب اللي عايزه تروح الجامعه، اللي عايزه تروح بيها الدروس بتاعتها او كلام من ده. وبرضه مناسب لاي حد شغال مثلا في اي حته وعايز موتوسيكل يتنقل بيه ويبقى شكله حلو، مثلا برضه يخرج بيه في الويك اند. فبصراحه ده هيبقى احسن موتوسيكل لاي حد عايز يروح بيه الشغل او يروح بيه الجامعه. وبس كده. طبعا بقى انا حابب تشاركوني برايكم في الكومنتات، هل الموتوسيكل ده يستحق الشراء دلوقتي او لا. وطبعا ما تنسوش تعملوا له فولو وتعملوا لايك للفيديو. وبس كده. يا رب اكون فدتكم بكل حاجه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.